السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا عزيزي الجميل. أنا إسلام ودي قناة 2 GDMA. النهاردة هنتكلم عن جهاز من أعظم الأجهزة اللي اتعملت في تاريخ صناعة الألعاب. جهاز كان رفيق الطفولة بالنسبة لي، البلاي ستيشن 3. الجهاز ده لحد النهاردة في 2026 بيقدم قيمة كبيرة جدا، أولا بسبب سعره، وثانيا بسبب كمية الألعاب العظيمة اللي نزلت عليه. دلوقتي تقدر تشتري البلاي ستيشن 3 بسعر ما بين 3 إلى 4000 جنيه حسب المكان اللي بتشتري منه. وبرغم ان الجهاز قديم، الالعاب اللي عليه لحد النهارده لسه بتتلعب، وكتير منها افضل من العاب كتير بتنزل دلوقتي. بس قبل ما تشتري الجهاز في شويه حاجات لازم تعملها. اول حاجه واهم حاجه، لازم تجرب الجهاز بنفسك، مش مجرد انك تشوفه شغال قدامك وخلاص. لازم تشغل لعبه او لعبتين والعب حوالي ربع ساعه في كل لعبه. الوقت ده كفايه جدا انه يعرفك حاله الجهاز. في حاجات ممكن تلاحظها وتكون عاديه جدا، زي مثلا صوت المراوح العالي. ده طبيعي جدا في الاجهزه القديمه، لان المراوح زمان كانت اكبر شويه، هندستها مختلفه عن الاجهزه بتاعت دلوقتي، فطبيعي انه الصوت يكون اعلى شويه. حاجه تانية ممكن تلاحظها ان الجهاز يكون اتفتح قبل كده. ما تخافش من الموضوع ده، احنا بنتكلم على جهاز بقاله تقريبا 20 سنه، فطبيعي جدا ان الجهاز يكون اتفتح قبل كده عشان يتنظف او يتغير له معجون. لكن في حاجات لو لاحظتها لازم تبعد عن الجهاز فورا، زي مثلا انك وانت بتجرب اللعبه تلاحظ تقطيع، او ان اللعبه تهنج للحظه وترجع تشتغل تاني. الحاجات دي مؤشر ان في مشكله في الجهاز. ساعتها الافضل انك تسيب الجهاز ده وتشوف غيره، ومن حقك كمشتري انك تجرب الجهاز قبل ما تشتريه. واللي يرفض كده الافضل تسيبه وتمشي، حتى لو السعر اللي كان مقدمه لك مغري بالنسبه لك. بعد ما تعمل الحاجات دي وتشتري الجهاز، لو الجهاز مش معدل لازم تروح تعدله عند اي حد عشان تقدر تحمل الالعاب اللي انت عايزها براحتك. والتعديل في الحاله دي ما فيهوش اي مشكله، لان الجهاز اصلا وقف دعمه من زمان، والالعاب اللي بتتباع دلوقتي الشركات اصلا ما بقتش بتستفيد من القيمه اللي بتتباع بيها. الافضل انك تعدل الجهاز وتحمل عليه الالعاب اللي انت عايزها. طيب هتسالني هتقول لي احمل ايه على الجهاز ده؟ خلينا نروح للجزء الثاني من الفيديو. بس قبل ما نبدا في ترشيحات الالعاب، اخر فيديو نزلته على القناه قبل ده كنت اتكلمت فيه عن 5 العاب قويه جدا ومختلفه عن بعض في النوع. فبعد ما تخلص الفيديو ده ارجع شوف الفيديو اللي فات. ودلوقتي نبدا مع حصريه من حصريات سوني، سلسله انشارتد. بدايه السلسله كانت اصلا على البلاي ستيشن 3. تلاقي الجزء الاول والثاني والثالث موجودين على الجهاز، وكل جزء مرتبط باللي قبله. اللعبه ممتعه جدا في المراحل بتاعها، وكمان مقدمه قصه قويه جدا، والحاجتين دول استمروا في كل الاجزاء الثلاثه بدون مبالغه. اللعبه مقدمه ترابط كبير بين الشخصيات، والمغامره الكبيره اللي هتعيشها وانت بتلعب ده بيخلي السلسله فعلا مكتمله من كل الجوانب. نروح لنوع تاني من الالعاب، نوع بيجمع بين المغامره والاكشن بشكل اخف وامتع. انت بتلعب بشخصيه راتشد، وهو ميكانيكي ومغامر بيسافر بين كواكب مختلفه، ومعاه صاحبه روبوت لانج. اللي يميز السلسله دي فعلا هو العالم الخيالي والتنوع الكبير في اسلوب اللعب. طول اللعبه بتكون بتسافر بين كواكب مختلفه وغريبه، والاعداء نفسهم بيكونوا مخلوقات غريبه، والاسلحه في اللعبه مختلفه وممتعه جدا، ودايما بتكون عايز تفتح السلاح اللي بعده عشان تشوفه هيعمل ايه. وكمان اللعبه فيها كوميديا خفيفه بين راتشد وكلانك، ده بيخلي التجربه خفيفه وممتعه جدا. وكمان نزل للسلسله اكتر من جزء على البلاي ستيشن 3. الجزء اللي انا لعبته كان اسمه تولز اوف ديستراكشن، وانصحك تبدا بيه، تدخل عالم راتشد وكلانك منه. السلسله دي من الالعاب اللي لازم تلعبها على البلاي ستيشن 3. نروح بقى للعبه منفرده شويه، وهي هافينلي سورد. اللعبه بتتكلم عن محاربه اسمها ناريكو، بتحاول تدافع عن قابلتها باستخدام سيف اسطوري، وفي نفس الوقت بتحاول تمنع قوه السيف انها تقع في ايد غلط. اللعبه دي من نوع الالعاب اللي بيتقال عنها هاك اند سلاش، يعني العاب بتعتمد بشكل كبير على القتال والضربات السريعه. القتال في اللعبه ممتع جدا وسريع، والمعارك ضد الزعماء فيها قويه جدا. وكمان الاخراج السينمائي في اللعبه جميل جدا، نوع مختلف تماما عن اللعبتين اللي فاتوا، وعشان كده لازم تكون من ضمن الالعاب اللي هتحملها. نروح بقى لنوع مختلف تماما مع لعبه Red Dead Redemption 1. دي واحده من افضل العاب العالم المفتوح اللي نزلت على البلاي ستيشن 3. قصه بتحكي عن شخصيه اسمها جون مارستون. جون كان زمان خارج عن القانون، لكن الحكومه بتجبره يرجع يطارد العصابه القديمه اللي كان جزء منها، وكل ده مقابل انهم يعملوا له خدمه بسيطه. ومن هنا تبدا احداث اللعبه. العالم في اللعبه ضخم جدا ومليان تفاصيل. هتلاقي نفسك بتركب خيل،
تصطاد حيوانات، تدخل في مبارزات بالسلاح، كأنك فعلا عايش حياة الغرب الأمريكي القديم بكل تفاصيله. اللعبة مش بس ممتعة في الجيم بلاي، لكن القصة نفسها تعتبر من أجمل القصص في عالم الألعاب. كمان في إضافة للعبة اسمها Undead Nightmare، والإضافة دي بصراحة تعتبر لعبة تانية تماما، مش مجرد إضافة صغيرة. القصة فيها بتبدأ بشكل غريب جدا، وفجأة أجواء الغرب الأمريكي اللي احنا كنا متعودين عليها في Red Dead Redemption تتحول لعالم مليان زومبي. جون مارستون بيكتشف إن في وباء غريب انتشر في المدينة، والناس بدأت تتحول لزومبي، والمدن بقت شبه مهجورة. المهمة بتاعتك بقت إنك تحاول تنقذ الناس وتكتشف سبب الوباء ده. الجميل في الإضافة دي إنها غيرت اللعبة بالكامل. الأسلحة بقت مختلفة عشان تواجه الزومبي، كمان هتلاقي أنواع زومبي مختلفين عن بعض. حتى الحيوانات اللي كنا بنصطادها في اللعبة الأساسية بقت مصابة هي كمان. وكمان في مهمات جانبية كتير في الإضافة، زي إنك تحمي المدن من هجوم الزومبي، أو تطهر المدن منهم، أو تساعد الناس اللي لسه عايشة. الإضافة كانت تجربة مختلفة تماما، وتحسسك إنك بتلعب لعبة تانية حرفيا، بس في عالم Red Dead Redemption. نروح بقى لسلسلة تانية، سلسلة قريبة من Uncharted، بس التركيز هنا أكبر على المغامرة والبقاء، وهي لعبة توم برايدر. أنت بتلعب بشخصية اسمها لارا كروفت، مستكشفة آثار بتسافر حول العالم عشان تكتشف أماكن مفقودة وكنوز قديمة. واللي يميز السلسلة دي إنك دايما حاسس إنك في مغامرة حقيقية. ممكن تلاقي نفسك بتتسلق جبل جليدي، أو داخل معبد قديم مليان فخاخ، أو بتستكشف كهوف عميقة تحت الأرض. اللعبة بتقدم تجربة بقاء جميلة، وكمان فيها ألغاز ممتعة عشان تعرف تكمل المراحل. ده اللي بيخلي سلسلة توم برايدر مختلفة تماما عن سلسلة أنشارتد. وعلى البلاي ستيشن 3 نزل منها أكتر من جزء، لكن أنا لعبت توم برايدر 2013، والجزء ده قدم بداية جديدة للسلسلة وقصة مختلفة. بنصحك تبدأ بالجزء ده. نروح بقى لعشاق العربيات والسباقات مع لعبة دير 2. دي واحدة من أفضل ألعاب السباقات اللي نزلت على البلاي ستيشن 3. يعني مش سباقات على طرق أسفلت عادية، هي سباقات على طرق ترابية وجبلية صعبة. ده بيخلي كل سباق محتاج تركيز وتحكم كويس بالعربية. الجميل في اللعبة إن كمان البيئات متنوعة جدا، ممكن تلاقي نفسك بتسابق وسط غابات وأشجار، أو وسط طين وجبال. ده بيخلي كل سباق ليه إحساس مختلف. والتحكم في العربيات ممتع جدا، بيخليك حاسس إنك فعلا بتسوق عربية حقيقية. وكمان في عربيات كتير مختلفة، وكل عربية لها أسلوب قيادة مختلف. وكمان الجو الحماسي وسط السباق من صوت الجماهير أو صوت التعليق اللي بيبقى موجود وسط السباق بيخلي السباق ممتع جدا. ديرت 2 تعتبر من أفضل ألعاب السباقات اللي نزلت على البلاي ستيشن 3. نروح بقى لآخر لعبة معانا في الفيديو، ولعبة مختلفة تماما عن باقي الألعاب اللي اتكلمنا عنها، وهي أسطورة الحراس بوم جاهول، أو بالإنجليزي Legend of the Guardians, The Owls of Gahul. اللعبة دي مبنية على فيلم بنفس الاسم، وبتقدم تجربة مختلفة وممتعة. الفكرة ببساطة انك بتلعب بدور بومة محاربة، وبتحارب بومات تانية دفاعا عن منطقتكم والبيض بتاعكم. معظم اللعبة بيكون وانت طاير في الهواء، وبتقاتل باستخدام مخلبك أو بحركات قتالية سريعة. الميزة في اللعبة هي أسلوب الطيران. التحكم في طيران ممتع جدا، والقتال في الجو بيخليك في حركة مستمرة. وكمان اللعبة فيها تطوير للبومة بتاعتك، بتخليك تفتح قدرات جديدة تساعدك في القتال. يمكن اللعبة مش من الألعاب الضخمة أو المشهورة جدا، لكنها تجربة مختلفة وممتعة فعلا. في النهاية كل الألعاب اللي اتكلمنا عنها النهاردة أنا شخصيا لعبتها، وأقدر أضمن لك إنك هتستمتع بيها جدا. بس قبل ما أختم الفيديو خليني أقول لك نصيحة مهمة: ما تجيب الجهاز وتحمل الألعاب دي أو أي ألعاب تانية، اوعى تعمل غلطة إنك تلعب لعبتين تقال ورا بعض. ما ينفعش مثلا تلعب لعبة توم برايدر تلعب بعدها ريد ديد ريديمشن، لازم تفصل ما بينهم بلعبة خفيفة، عشان لو ما عملتش كده ممكن يصيبك ملل من اللعب والشغف عندك يبدأ يقل. الأفضل إنك تلعب لعبة تقيلة وبعدها تفصل بلعبة خفيفة. كمان نصيحة تانية مهمة: ما تلعبش أي لعبة وانت حاطط في دماغك إنك لازم تخلصها وخلاص. الألعاب وسيلة ترفيه، مش مهمة لازم تخلصها، عشان لو فضلت تلعب بالعقلية دي هتحس إن الموضوع بقى تقيل وما عادش ممتع زي الأول. قول لنا في الكومنتات إيه الألعاب اللي أنت شايف إنها تستاهل تتلعب على البلاي ستيشن 3 ومانيش قلتها في الفيديو. ولايك واشتراك لو عجبك الفيديو، عشان هيكون في أجزاء تانية من السلسلة دي نتكلم فيها عن ألعاب تانية، لأن الجهاز نزل عليه أكتر من 4300 لعبة. في ألعاب كتير عندي لسه مانيش اتكلمت عنها، وأعتقد إن ناس قليلة اللي تعرفها. بس نكتفي بكده النهاردة، أشوفهم فيديو جديد. أنا إسلام، ودي قناتك جي دي ام اي.